اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني في فيديو النهارده. اتمنى كده من كل اخ واخت بيتفرجوا عليا جديد انزلوا بسرعه اشتركوا في القناه وحطوا لي اللايك وكملوا معايا الفيديو الاخر، ويلا بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ايه كميه الفراخ دي كلها وايه اللي احنا بنشوفه ده؟ طبعا يا جماعه كان عندنا عزومه وكده، فاحنا عملنا اكل كتير، وزي ما انتوا شايفين كده كان اخواته بقى كان جايين وكده، فاخواتي كلهم طبعا لما بيكونوا موجودين فلازم بقى نعمل عزومة بقى لان احنا كتير. فطبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين دي مكرونة بشاميل، هي مش محروقة ولا حاجة، هي بس الكاميرا والله العظيم ظلماها، انما هي اصلا الوش بتاعها لازم يبقى فيه كده ايه، آم، لازم يبقى محمر كده شوية، فالمحمر ده جاي في الكاميرا تحسوا ان هو اسود، لكن هو مش اسود ولا حاجة. كنت انا برضو اللي كنت عاملة صينيتين المكرونة دول، كان في واحدة من صدر الفراخ كنا عاملينها شاورما وكده، والتانية لحمة مفرومة. وهنا بقى طبعا ماما كانت موجودة في البيت وكده، فهي قالت لي انا هغسل المواعين وانت شوفي الغدا عم اخواتك يجوا. فانا طبعا قلت لها طيب روحي واعملي اللي انت عايزاه. فكان في غسيل سجاد كتير قوي قوي يا جماعه، وكان كتير وكان كبير، يعني السجاد كان كبير مش اللي هو صغير بقى وكده، لا كان في 3 4 سجاجيد كده كانوا كبار. فهي بقى ايه اللي غسلتهم، ربنا يا رب يقويها يا رب ويطول في عمرها. انا كنت بس بساعدها حاجات بسيطه، بس يعني افتح الميه اقفل الميه، لان زي ما قلت لكم كنت شغاله جوه كنت بطبخ وكده. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللي لسه محطليش اللايك يحط لي كده بقى اللايك بسرعه. طبعا انا عندي دور برد مأثر عليا جامد. هنا بقى كانت رفعت بقى السجادة، بس قالت تعالي افصلي وتعالي شيلها معايا، لان زي ما قلت لكم يا جماعه السجاد ده كبير قوي، وهي بقى اللي كانت هتقدر عليه، هي اللي كانت فعلا هتنضفه. انا لما باجي اغسل سجاد بغسل السجاد اللي هو المقدار ده اللي هو الصغير، انما ماما ما شاء الله عليها في غسيل السجاد هي بتتعب وظهرها ورجلها بيوجعوها، بس ما شاء الله بتنضفه ولا اجدعها مغسله. احنا بصراحة ما بنحبش اصلا نودي السجاد بتاعنا مغسلة ولا الكلام ده، احنا بنحب نعمل في البيت كده، حتى لو هياخد معانا وقت احنا ممكن مثلا نقسمه على مرتين، بس المهم ان احنا نعمله في البيت. فطبعا خلصت هنا بقى السجاد وخلاص بقى كده ظبطته والدنيا تمام، غيرت بقى وجات وعمل شوية ملوخية، طلعت بقى كده برا يا جماعة الخضرية عندنا برا كان فيها شوية ملوخية، انا بعشق الملوخية الخضرا بعشقها. فهي جابتها وفصصتها وغسلتها ونضفتها كده زي ما انتوا شايفين، وهنا بقى بتخرطها. من زمان من زمان من زمان قوي قوي ما شفتش ماما وهي يعني بتخرط الملوخية وكده. كنا دايما بنجيبها وننشفها ونعبيها في كيس، وقت ما نبقى مثلا عندنا شوربة فراخ شوربة بط شوربة لحمة بنقوم مطلعين على طول ونقوم عاملينها. هي بتعملها خضرة برضو على طول لان هي بتحبها خضرة، بس احنا بقى عايزة اقول لكم ان احنا ساعات بنخزنها نحطها في الفريزر وبتطلع كأنها لسه معمولة الثانية دهي. طبعا تعملها زي ما هي بتعملها كده بتخرطها زي ما انتوا شايفين كده. وكياس اللي هي كيس اللبن اللي هي البيضة دي يا جماعة طبعا كلنا عارفينها، بتجيب برضو ايه كيسين 3 على حسب برضو كمية الملوخية اللي معاكي، وبتحط طبعا ملوخية في الاكياس وتحطها في الفريزر زي ما هي، ولا تحط اي اضافات خالص، زي ما هي كده تحطها في الفريزر وقت ما تحتاجي منها، شهر 2 3 5 وقت ما تحتاجي منها تطلعي وتطبخي على طول. ادام هي في الفريزر اطمني وما تخافيش منها ولا تقلقي منها خالص. بس انا عايزه لكم ان انا بحب الملوخيه الناشفه، محبش الملوخيه الخضراء. ف دي ودي يعني نعمه ربنا، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه. وطبعا بقى هنا هي طبعا تخريط الملوخيه يا جماعه بياخد وقت وكده، لان ماما بتحب ان هي تنعمها خالص، في ناس ما بتحبش ان هي تنعمها، بيبقى فيها كده جذور كده وتلاقوها تلاقوا الملوخيه اصلا باينه فيها كده فاهمين، انما احنا بنحب ننعمها خالص. ما شاء الله يا جماعة ماما عليها شوية ملوخية بقى، ولا شهقة الملوخية، يا خرابي عليها يا خرابي، حاجة تانية خالص في حتة تانية خالص.
هي هتخلص من هنا ومش هتخزنهم زي ما بقولكم كده ولا اي حاجة، هي هتعمل لنا ملوخية برضو، لان زي ما قلتلكم ان هي بتحب الملوخية الخضراء انما انا بحب الملوخية الناشفة. فطبعا بقى يا جماعة كده هنخلص بقى هنا، وهقولكم هعمل ايه تاني. عايزه اقولكم ان الملوخيه الخضراء اصلا مفيده وصحيه عن الملوخيه الناشفه، وتحسوا ان هي ليها مطه كده، بتمط كده وليها مطه غير الملوخيه الناشفه. هي برضو الملوخيه الناشفه نفس النظام، بس الخضراء دي بتبقى احلى منها وبتبقى صبحه يعني وكده. ومهما حطيتيها في الفريزر وجيتي تطلعيها وتطبخي منها هتلاقيها برضو تحسي ان هي لسه كأنك لسه عاملاها دلوقتي، يعني مش هتفرق معاكي خالص. وبرضو يا جماعة الشبت والكزبرة والخضرة ديت بيتخزنوا، لان بيجي علينا اوقات بنلاقوهم غاليين قوي، يا اما بنلاقيهم مهمش موجودين اصلا. فكل اي حاجة من دي، اي خضار من ده بنخرطه ونعبيه في كيس من اللي هي كيس اللبن دي ونحطها في الفريزر. محدش عالم بعد كده ايه اللي هيحصل، ممكن ما نلاقيش، ممكن يبقى غالي كده، ممكن مثلا ما نعرفش نجيب ويبقى مثلا مش عارفين نطلع من البيت نجيبه كده فيبقى موجود في البيت. وده بقى كان الفيديو النهارده يا حبايب قلبي، اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم.